لحظة، من صدقكم؟ تخيلوا الدقيقة 7 بس، 7 دقايق ونجم النشامة يزن النعيمات طاح بالأرض. حاول يقوم، حاول يكمل، بس ركبته قالت لا، خلاص ما أقدر. السالفة، القصة، الصدمة اللي ما حد توقعها كلش صارت بمباراة الأردن والعراق بكأس العرب. تأهل تاريخي؟ إي نعم، بس الثمن كان غالي حيل يا جماعة. وش طلع التشخيص الطبي؟ قطع بالرباط الصليبي الأمامي. إيش معناته هالكلام؟ يعني عملية جراحية مستعجلة لازم يسويها خلال 48 ساعة ولا الوضع بيصير خطر. والمصيبة الأكبر وين؟ مدة الغياب من 6 ل 12 شهر. يا ساتر. كأس العالم 2026 يمكن يلحد، بس السالفة صعبة وفيها مخاطرة كبيرة. تخيلوا النجم اللي كل الأردن معلقة آمالها عليه ممكن يروح عليه أكبر حدث كروي. وبالنسبة لموضوع الأهلي المصري، الصفقة اللي كانت شبه خالصة ومضمونة صارت الحين بالهواء وما حد يدري ايش بيصير. يعني الأهلي كان مجهز الفلوس والعقد جاهز للتوقيع، وفجأة كل شيء وقف. ولا تنسون يا شباب، يزن توه 26 سنة بعز شبابه ومسيرته، وهالإصابة تعور القلب. سيناريو ولا بالأفلام يخليك تقول لا، مستحيل. السؤال اللي شاغل الكل الحين، هل بيرجع يزن أقوى من قبل؟ ولا الرباط الصليبي راح ينهي أحلامه؟ الأيام الجاية بتبين لنا كل شيء. لا تنسى تطق زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان ما يفوتك أي جديد عن رحلة علاج يزن، لأن كل يوم عندنا سالفة جديدة وخبر حصري. يلا نشوفكم على خير.